أهل البادية مثلا أنتم مقطعين طرق، أنتم مثلا تسرقون السيارات، أنتم فيكم كذا. فقلت لا، هذه النظرة وهذا التفصيل عن أهل البادية مين فصل ومين قال الكلام هذا؟ يعني خلينا نقول شخص أو شخصين صح. قاموا بمثل هذه التصرفات لا يمثلون يعني أهل البادية الجميع. فتفاجأت أنا من ردود الفعل، أيضا من خلال التعليقات، أنه هذا أردني يعني كيف يتحدث عن أمور البادية، شو دخله؟ صحيح. فعرفت انه في من المجتمعات المجاوره من اخواننا العرب الله يحفظهم يطول عمرهم ويعني وعندهم ثقافه جميله جدا ولا نزاود على احد. فاكتشفت انه ينظرون الى الاردن انه ما فيها باديه وانه خلاص فيها المدينه والى اخره. فانطلقت بفكره انه اكرس وقتي واكرس نفسي لصناعه المحتوى عن عادات وتقاليد اهل الباديه واظهار الثقافه الدويه الاردنيه. رائع. احنا حابين تكون معنا بشبابكم حتى نورجي دائما بانه عندنا شباب لسه محافظين على تراثنا. وبدي ابارك لك يعني باسمي واسم البرنامج بدرع المليون، ما شاء الله. الله يطول عمرك.